ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنكمل الحلقة التانية من الانمي الجامد بتاعنا. بس قبل ما نبدأ يا تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتحبوا نعمل ايه تاني. ويلا بينا. الحلقة اللي فاتت يا صديقي عرفنا ان ملك الشياطين إعادة الإحياء بتاعته فشلت ورجع لشكله قبل ما يبقى ملك الشياطين قبل 6 سنين في الحديقة الهجومية الثالثة. بنشوف البشر هما بيدافعوا عن قاعدة ليهم ضد الفراغات، وبنعرف ان باقي الناس في القبر، وبنشوف ريجينيا وسيليا وهم صغيرين. هتقول لي مين ريجينيا وسيليا؟ هقول لك شوف الفيديو اللي فات. سيليا بتقول لريجينيا ان الامور هتبقى كويسه عشان والدي بيقاتل في الصفوف الاماميه. بترد ريجينيا ان السماء مليانه فراغات بشكل ما شافتوش قبل كده. بتقول لها سيليا ان والدتي واخواتي وكل الفرسان ما خسروش قبل كده، وانا لما اخد قوه السيف المقدس هنضم ليهم وهبدا تدريب تمهيدي من الاسبوع الجاي. بيستمر صوت النيران والصواريخ، وبتحاول سيليا تروح تنضم للقتال. بتمسكها ريجينيا وتمنعها، وبتعيط سيليا وبتقول لها وعدوني بحاجات كتير عشان هنضم للاكاديميه، الامور هتبقى كويسه اكيد. وبعد مده بيخلص صوت ضرب النار والصواريخ، وبيتفتح باب المخبأ، وبنلاقي ان المدينه كلها اتدمرت، وان ال1000 فارس اللي كانوا بيقاتلوا كلهم ماتوا، واللي هم اغلبهم من عائله سيليا. بتنهار سيليا من العياط، وبنروح للمستقبل وسيليا وريجينيا ومعاهم ليو في طريقهم للمدينه اللي هي عباره عن حصن كبير. لينوس بيقول ان جامد جدا ان يتبنى جزيره كامله زي دي. بترد عليه ريجينيا انها مش جزيره بل عوامه ضخمه مصممه للسفر عبر البحر والبحث عن مستعمرات الفراغات. بيقول لينوس لنفسه ان الشيء ده بيتم تحريكه، ومستغرب اكيد يعني انه كان متوقع ان البشر ما كانوش هيتطوروا بالشكل ده. بتقاطع سيليا تفكيره وبتقول انها بعتت بيانات تحقيقهم في الاثار، وبتقول لينوس انك هتعيش في اكاديميه السيف المقدس، وبتقول له ان اي شخص جاي جديد لازم يمر من الباب اليمين اللي يتم فحصه، وانا هكون مستنياك عند المخرج. بيدخل لينوس الحمام بعد ما سيليا تمشي، ويقعد يصيح مع نفسه ان الخطه باظت، وان كان الهدف هو اعاده جيش الشياطين واخضاع البشر. وقبل ما اعرف كانت الحضاره البشريه اتقدمت وفي وحوش غبيه موجوده، ده غير ان طفل. وبعدين بينادي على اتباعه بلاكوس وشاري، وبتظهر الخادمه والذئب، وبيقول له الذئب ال1000 سنه كانت طويله جدا، بس ايه اللي وصلك للمظهر ده؟ رد ليو بان اعاده الاحياء فشلت ورجعت لشكلي وانا بشري. قال له الذئب دي مرتي الاولى اللي اشوفك كده. رد ليو عليه وقال له ما اكيد انا اول مره شفتك كنت فعلا ملك الشياطين. وبيكمل ليونس وبيقول انا هطلب منكم طلب، المكان اللي احنا فيه ده جزيره صنعها البشر والمفروض فيه 6 جزر غيرهم. ردت شاري بان البشر كائنات ضعيفه، ازاي عملوا حاجات زي دي؟ قال لها ليونس العالم اللي احنا فيه مختلف عما كنت اتخيله قبل اعاده تجسيدي، وقبل ما نعيد بناء جيش الشياطين لازم نحلل القوه العسكريه للبشر والاول حققوا في الجزيره دي، وخلوا في اعتباركم ان السحر اختفى بشكل كامل فاستخدامه هيلفت الانتباه. سالته شاري وانت هتعمل ايه؟ رد هتسلل لمنشاه التعليم العسكري للبشر عشان للاسف الجسم ده محتاج طعام وهجمع معلومات برضه، وبيأمرهم ان هم يمشوا. فبيمشوا. بعدين بيتوجه لينوس للباب اللي قالت عليه سيليا، وبتبدا عمليه التفتيش، وبيخش لينو على جهاز كده. الجهاز احصائياته بيزيد اول ما بيقرب منه، وبيشتغل جرس الانذار. فبسرعه لينوس بيفعل تعويذه بتخفي المانا، فبيوقف الانذار وبيطلع من الباب يلاقي كارت عليه صورته ظهر. بيمسكه، فبتيجي سيليا وتاخد منه الكارت وتصوره وتقول له كده تحدد موعد استجوابك، وان اي حد بيلتحق بالاكاديميه لازم يسجل خصائص السيف المقدس، وبمجرد ما تنتهي هتاخد بطاقه الهويه الرسميه. وبتاخده سيليا في جوله حول الاكاديميه. بيقول لها لينوس بعد ما بيشوف المكان انك قلت انك في الخطوط الاماميه، بس المكان هنا اهدى من الطبيعي. قالت له ايوه فعلا، بس حديقتنا المقدسه ما تمش غزوها قبل كده. وبيوصلوا لاكاديميه السيف المقدس اللي بيكون فيها جاكوزي وحمام سباحه، وبيعرف لينوس ان الجاكوزي وحمام السباحه موجود عشان قوه السيف المقدس بتظهر مع ارتياح القلب. المهم بيقفوا قدام برج عملاق. بتقول له سيليا ان ده المركز الرئيسي. بيقول لها تمام. بتقول له الناس اول مره بتشوفه بتكون متفاجئه اكتر، لكن هو من جواه بيكون يا صديقي مصدوم من ضخامته. وبتبدا تعرفه على كل الاماكن، وبتعرفه ان الاستجواب اللي هيحضره هيبقى في ساحه التدريب الخارجيه. وبتقع على الارض مره واحده. بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ايوه. بتبص تلاقي 2 بيتدربوا، فبتقول انا كمان لازم اتدرب عشان اخد قوه السيف المقدس. المهم بيكملوا مشي، ولينوس بيفكر مع نفسه وبيقول ان الموضوع غريب ان يتم تسجيلها وهي ما عندهاش قوه السيف في الاكاديميه. وبيعدي بنتين من جنبه وبيقولوا عليه انه كيوت، وفي بنت بتقول ان شكله من اللي هيكبروا وهيبقى ملك الشياطين. فبيستغرب ليو من كلامها، بس بيطمن ان اكيد محدش هيعرف واكيد ده هزار. وبعدين بيكمل مشي، وبيسال سيليا هم الطلاب كلهم بنات ولا ايه؟ بتقول له لا هم بنسبه 50-50، بس احنا في سكن البنات فاكيد مش هتشوف غيرهم. بس فجاه بنلاقي واحد داخل عليهم وبيكون حواليه بنات. بيقول يا الانسه سيليا بنفسها. بتعصب سيليا، وبنعرف ان اسمه ميوسيل، وبيقول ان الجرح ده اكيد من معركه، شكلك اتطوعتي لمهمه اكبر من امكانياتك كالعاده، ومين الشخص ده كمان؟ فبنلاقي سيليا بتحاول تشد ليو وتمشي، وبيحاول ميوسيل يوقفها، وبيكون عاوز يعرف مين الشخص ده. فبتقول له سيليا ان ملوش دعوه وانه يخلي باله عشان الواد ده عنده سيف المقدس. بيستغرب ميوسيل وبيقول لها بقى الطفل زيه بلاش هزار
تهزر يا سيليا. فبياخدش ليو الموضوع بشكل شخصي عشان منظره ده اللي بيخلي كله يفتكره طفل وضعيف. فبنلاقي ميوسيل بيقول لسيليا فكك من كل ده وتعالي انضم الفريق اللي في قمه الهرم، ومش هتقلقي من انك تطردي من الاكاديميه حتى بالنسبه لواحده زيك مش قادره تستعمل قوه السيف المقدس وهو في دمها. فبيقول ليو في نفسه زي ما كنت متوقع، سيليا كان محطوط لها توقعات عاليه عشان نسبها وما قدرتش توصل لها. المهم بيكمل ميوسيل وبيقول لها انضمي لمسرح العابي. فبيقول ليو لنفسه واضح ان ده طريقه للسيطره على العقل. وبيكمل ميوسيل وبيقول لها ان ده احسن حل عشان ما خاطرش بنفسي مع الفراغ. فبتقول له سيليا اني مستحيل اوافق، وبتسحب ليو عشان يمشوا. فبيمسكها ميوسيل من شعرها. فبيتعصب ليو جدا. فبيستغرب ميوسيل من نظرته واللي هو عاوز يقول له بس يا بابا. فليو بيستخدم تقنيه سحريه بيخلي ميوسيل يقع على الارض، وبعدين بيقول له انت كويس يا عمو، وبيقرب من ودنه ويقول له ما ينفعش ايد واحد قذر زيك تتحط على شعرها تاني، فاهم كلامي؟ فبنلاقي ميوسيل بيقوم وبيفعل مهاره السيف الخاصه بيه. فبنلاقي بنت اللي غالبا اسمها فيني دخلت وبتقول له انت عارف ان استعمال مهاره السيف في القتالات الشخصيه ممنوع، ده زائد ان دي منطقه سكن بنات، فلو مشيتش دلوقتي انا هبعت الصور لمكتب الاداره. فبيلغي ميوسيل قوه السيف ويمشي بالبنات. فبيقول لي نفسه اني خليت العيل ده يستفزني وخلاني اخد الموضوع بشكل شخصي، بس مش هندم على الموضوع، انا ملك شياطين رجوله بس صبري قد النمله. المهم ان فيني بتطمن على سيليا وبتقول لليو انت بقى الطفل اللي لقوه في الانقاض. فبيقول لها ليو اسمي ليو ماجنوس. فبتقول له ان اسمها فيني وانها مسؤوله عن تحليل البيانات. وبتبص لسيليا وبتقول لها انها هتحضر الزي المدرسي ليو عشان هي اخذت المقاسات خلاص. فبيبص ليو على المهاره بتاعتها وبيقول لنفسه هي دي قوه السيف بتاعتها، باين ان في اشكال مختلفه ومحتاج اعرفهم. المهم بنلاقي فيني بتسال سيليا عن اصابتها. فبتقول لها سيليا ان ليو عالجها. فبتتاسف فيني انها ما قدرتش تروح معاهم عشان تحليل البيانات اخذ وقت كبير. فبتقول لها سيليا بيانات ايه؟ فبتقول لها فيني ان اجهزه الاستشعار لقطت سحر كتير اثرت عليها وهيبعتوا فريق من النخبه تاني. فبنلاقي سيليا داخلت في وسط كلام، بس بنلاقي ليو بيقول لنفسه شكلها دخلت في مرحله الجفاف. المهم بتفوق سيليا وبتروح بليو للبيت. فبيقول لها ليو بس البيت ده شكله ادم من البيوت في المنطقه. بتقول له سيليا ان البيوت بتحسب بانجازات الفصيله. فبيقول لها ايه الفصيله دي؟ فبتقول له انها تعتبر وحده القتال اللي فيها المبارزين، والاكاديميه مبنيه على نظام الجدار، عشان كده اللي في مراتب اعلى بيعيشوا في اماكن احسن. بتوري سيليا ليو البيت وبتوريه اوضه ريجينا اللي بتكون نايمه، وبتطلع توريه اوضته. فبيقول لها ليو ثواني، هو البيت ده ما فيهوش قفل ليه؟ قالت له ما فيهوش للاسف عشان اديب، احنا قلنا لهم وطلبنا منهم اكتر من مره بس ما حصلش جديد. ومن هنا يا صديقي هتخلص الحلقه وهنعرف من ليو ان سيليا فعلا ماتت، وانه مش بيقدر يصحي الموتى، وانه حولها باستعمال لعنه، وكل ده هنتاكد منه الحلقه الجايه. فلو انت وصلت لحد هنا قول لي رايك وقول لي ممكن اضيف ايه وبس كده. ولو عجبتك الحلقه ممكن تشوف الفيديو اللي فات، وما تنساش اللايك وسلام.